الرحيم وبه نستعين. السادة الحضور جميعا نرحب بكم ونشكركم على تكرمكم بحضور اجتماعنا هذا والاحتفال بأعياد الاستقلال والاحتفال بالانتصارات التي كانت دائما وأبدا. جزاكم الله خيرا لتلبيتكم دعوتنا هذه. السادة الحضور بمقاماتكم السامية دون تميز بالحضور نرحب بكم ونشكركم على تلبيتكم دعوتنا هذه. جزاكم الله خيرا وطبتم وطاب نساؤكم وطاب نهاركم وأسعد الله وأوفاكم بكل خير. جزاكم الله عنا كل خير. ونكرر الشكر للوافدين والحضور عامة. أولا هذا النادي تأسس سنة 1930 ولعب دورا كبيرا ومغدرا ومهما في الحراك الاجتماعي والوطني والسياسي في مناهضة المستعمر، وهو نادي الحركة الوطنية، وأسس بملتقى القيادات الوطنية والأعيان من الموظفين من رؤساء المصالح الحكومية جميعا ومن المعاشيين ومن الأعيان عامة. خلال لقاءاتنا اليومية بالنادي كانت تمثل سوانح كافية لحلحلة القضايا العامة والهامة التي تحول دون توفيرها للمسؤولين في مكاتبهم على المجتمع الثقافي والاجتماعي والسياسي، وهو يحمل اسم شندي. هذا النادي ذو اسم ووزن جاء به للوجود رجال رحلوا عن عالمنا إلى دار أخرى، أسهم على سبيل المثال من القوميين محمد أحمد محجوب الذي كان قاضيا وعضوا بهذا النادي وأصبح رئيسا لمجلس الوزراء في حكومة الأزهري، والسيد بابكر عوض الله الذي كان قاضيا وكان من موازني هذا النادي وأصبح رئيسا لمجلس الوزراء، والسيد خلف الله الرشيد الذي كان مواظبا على هذا النادي وأصبح رئيسا للقضاء، والأستاذ حسن نجيلة الأستاذ المميز، والشاعر الفذ إدريس جماع الذي كان أستاذا بشندي الريفية ويحضر نساء برجليه إلى هذا النادي للمحاضرات ويرجع النساء راجلا. هذا هو من القوميين. والأستاذ عبد الرحيم حمدي اللي هو الدكتور حمدي كان الدكتور الوحيد في شندي. ومن المحليين كان الناظر جعلين الناظر الأستاذ حاج محمد إبراهيم فرح عضو في هذا النادي، وحاج نجاب بشير وعبد الكريم محمد السيد ومحمد الحسن محمد سعيد والطيب بابكر المظاهر أبو زيد موسى التصيد سيد أحمد إبراهيم أحمد تمام محمد البشير محمد عثمان محمد مصطفى موسى أبو مرخى محمد عثمان محجوب حاج أحمد محمد إبراهيم محمد الحاج سنجر الأستاذ أحمد الجمري ياسين عبد الواحد وعبد القادر جمال الدين وكثير منهم وعذرا لمن لم نذكرهم. هذا النادي ما زال حتى اليوم يحتفل بأعياد الاستقلال سنويا، ويقيم الندوات والمحاضرات وتكريم الشخصيات والشعراء والفنانين وإقامة معرض الكتاب ويذكر الحاضر بالماضي. إن حالة النادي هذا الحالية لا تتناسب واسمه وعمره ودوره، وقد سعينا مع جهات كثيرة لإعادة بناء هذا النادي وما زلنا نواصل ذلك منذ سبعينات القرن الماضي. تعرض النادي لانتكاسة نجبت عن عزوف رواده عن ابتياده ربما بسبب ظروف الحياة الاقتصادية أو لربما سبب أسباب أخرى، ونتيجة لذلك قامت اللجنة الحالية بإصلاح ما أفسد ده، وأول ما قامت به تسجيل هذا النادي بقطعة 152 ومساحتها 1302 متر تسجيلا نهائيا بالتسجيلات بعد أن كان مجهولا ودفعنا قيمة الأرض. ونشكر الوالي السابق غلام الدين عثمان آدم الذي قام لنا بالكثير في هذا التسجيل، وكذلك المرحوم المعتمد السابق الفاتح عبد المطلب. وإذا تبدأ عمر هذه الليلة كنا نسعد برفعة هذا النادي ونناشد ابناء شندي خاصة والشباب بالانضمام إلى عضوية هذا النادي والاشتراك في لجانه وتعميره
حتى نرى دماء جديدة قادرة على تحمل المسؤولية وتكمل المشوار. وهنا يأتي الدور الكبير الذي قامت به جامعة شندي في إحياء ذكرى ونشاط هذا النادي بإقامة محاضرات شهرية طيلة العام 2016 ودعمها السخي الذي أعاد للنادي شيئا من بريقه ولمعانه. وما زال جامعة شندي سندا لنا، ونحن نيابا عن أهل شندي نتقدم لمديرها السابق السر ومديرها الحالي دكتور حسن عوض الكريم ووكيلها دكتور ناصر، ونكرر الشكر للجميع، ونكرر الشكر لرئيس مجلس إدارتها الأستاذ معتصم إبراهيم لما قدموا لنا بالكثير، ونكرر الشكر للوافدين وكل الحضور، ونشكر تجار الجملة في بن الشندي الذين بادروا بالاشتراك والدعم لنا. لقد كنت أنا أصغر الأعضاء في ذلك الوقت، والآن أصبحت أكبرهم سنا، ولا أريد أن أوجهكم في هذه الجلسة. في النهاية نناشد عامة المواطنين وخاصة الغرفة التجارية واتحاد العمال والمزارعين وعامة الموظفين والمعاشيين والتجار والمحامين والصحفيين والشركات التجارية والبنوك ومنظمة الغيث بأن يجعلوا من هذا النادي نادي لهم جميعا، هذا النادي لكم جميعا، هذا النادي لكم جميعا. ونناشد وتوسل السيد الوالي من على البعد ونناشد السيد الوالي من على البعد ومنظمة الغيث والمدير التنفيذي والسيد قائد الفرقة الثالثة بشندي بتعمير هذا النادي، ونطلب من السيد المدير التنفيذي بتكوين لجنة لتعمير هذا النادي الذي هو واجهة شندي. وجزاكم الله خيرا وشكرا للحضور، وجزاكم الله خيرا وشكرا لكم.